حكايتنا النهاردة ممكن تكون صغيرة، بس فيها عبرة كبيرة قوي. لو أخدنا بالنا منها حياتنا هتختلف كتير. حكايتنا النهاردة بتقول أب كان بيأكل بنته الصغيرة سندوتش برجر وبيحط لها الكاتشب عليه، وكل شوية تفتح بقها وهي بتعيط وتقول له سخن يا بابا، مش قادرة أكله. يزعق لها ويقول لها البرجر بارد، هتاكلي يعني هتاكلي، بطلي تمثيل. والبنت تعيط والأب يزعق، وفي الآخر من الخوف كانت بتبلعه لأنه مش عايز يصدقها. فضل القهر ده لحد ما البنت خلصت السندوتش كله، وهي طول الوقت بتاكل بدموع عينيها وخايفة. وجت مامتها وخدت البنت من باباها، وراحت البنت نامت في حضن مامتها وهي لسه بتعيط. وبدأ الأب يشيل الأكل وفتح التلاجة علشان يحط إزازة الكاتشب، ولكن هنا كانت المفاجأة، إنه سحب إزازة الكاتشب المشطشطة بدل العادية. ساعتها اتصدم وقلبه اتقبض وزعل قوي من نفسه، وافتكر إنه كان بيأكلها من الإزازة الغلط. والبنت لما كانت بتعيط وهو كان مفكرها بتتكلم عن سخونة البرجر، أتاريها بتتكلم عن شطشطة الكاتشب. جري بسرعة عشان يطبطب عليها وهي نايمة ويبوسها ويقول لها أنا آسف، ما كنتش حاسس بوجعك، ما كنتش أعرف علشان ما دقتوش، ما كنتش أعرف علشان ما جربتوش. كم مرة لهبت غيرك بأفعالك وبكلامك وهو موجوع وتعبان وتقوله بطل تمثيل. كم مرة جرحتوا غيركم من غير ما تحسوا ومن غير ما تاخدوا بالكم. كم مرة فكرتوا إنه كلامكم بلسم وهو في الحقيقة مر علقم وعامل زي مية النار في جوفهم وقلوبهم. لو كل واحد داق كلامه قبل ما يقوله ويقدمه لغيره كانت الدنيا اختلفت كتير. كم من كلمة أشعلت في نفوس نار وتركتها رماد، ويحسبها قائلها إنها ماء وثلج وبرد. فتذوقوا الكلمة قبل أن تخرج من أفواهكم، فلعلها تحيي نفس أو ربما تميتها. رب كلمة قتلت ورب رصاصة لم تقتل. ودي كانت قصتنا النهاردة وحكايتنا، قصة وعبرة. يا رب تعجبكم، واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة في حكاوينا مع تومة.